ليه اللعبة دي أطول لعبة في العالم؟ والوقت اللي تخلصها فيه أطول من كل ألعاب السولز متجمعين مع بعض. تعال نرجع بالوقت شوية لسنة 2020 اللي نزل فيها لعبة اسمها ذا لوجن. الناس وقتها افتكروها لعبة عادية زي أي لعبة 2D بتنزل كل سنة، بس لما دخلوا فيها لقوا عداد فوق على الشاشة، قالوا عادي، وكان العداد بيتحرك بالوقت الطبيعي. وإيه يعني؟ بس كان 400 يوم. إيه؟ وانا ليه قلت لك في الاول كل العاب السولز متجمعين مش هيعرفوا يعدوا اللعبه دي؟ عشان لو جمعت العاب دارك سولز مع إلدر رينج هياخدوا بالمجمل كده 63 يوم، يعني العاب السولز قدام اللعبه دي ولا حاجه. اذا جنبك عليه. تعال ندخل دلوقتي على قصة اللعبة. هنبدأ بالشخصية اللي اسمها ذا شاد، وهي عبارة عن مخلوق صغير قاعد في قصر لوحده، هيضطر يستنى لمدة 400 يوم عشان يمشي من القصر ده. طب ليه؟ هو اللي فهمته من قصة اللعبة إن الملك المؤنتخ على الكرسي ده أمر الأستاذ الكئيب ده إنه يستنى 400 يوم لحد ما يصعد. أقسم بالله الملك ده أحقر ملك شفته في حياتي. والمشكلة إن الشخصية ما بتنامش، يعني هيفضل صاحي 400 يوم بدون ما يغمض عينه. المفروض كمان أنا أصحى معاه عشان الوقت ما بيتحسبش إلا لما تكون فاتح اللعبة. ده على مدة صحيها الإنسان 5 أيام، ولو عديت ال5 أيام تلاقي نفسك زومبي مش داري بتعمل إيه أصلا. طب إيه الحاجات اللي تعملها في اللعبة عشان تسلي نفسك؟ في كهف موجود في اللعبة تقدر تستكشفه. هتقول له أوه حاجة ممتعة، أقدر أسلي نفسي باستكشاف الكهف. بس لا، في أماكن بتكون مقفولة في الكهف. الأماكن دي محتاجة وقت حقيقي عشان تفتحها. يعني مثلا في طوبة كبيرة لازم تستنى أسبوعين كاملين عشان تتحرك وتعرف تخش المكان. يعني اللعبة دي حرفيا هتخليك حكيم من كتر الوقت اللي هتستناها فيها. وفي حاجة تانية تقدر تعملها غير الاستكشاف، تقدر تسلي نفسك بالرسم، بس برضو لازم تدور على فحم عشان ترسم بيه. تقدر تسمع موسيقى، تقدر تقرا كتاب، تقدر ترتب اوضتك، تقدر تبع الساعة الفلانية شغالة. طب هل في حد خلص اللعبة دي قبل كده؟ والجواب ايوه، في واحد على اليوتيوب اسمه كونكوز استنى 400 يوم دول او هكرها معرفش، وجابها لنا في 7 دقائق بس. اقسم بالله الراجل ده اسطوري. ولا بقى نشوف نهاية اللعبة وايه اللي هيحصل فيها. يتخلى عليا بلاش ما نعيش ولا استنى بتعمل ايه؟ لا مش بعد كل الايام ده مد الطريقه دي، لا. وزي ما شفتوا هي دي النهايه، الملك يصحى ويهد الكف عليا وانا اموت زي الخماط في العالم، وال400 يوم ضاعت في الهواء. فبس كده اكون شرحت لكم اطول لعبه في العالم، ولو هي لعبه في بالكم عايزين شرح ليها اكتبوا لي في التعليقات، مش هقصر معاكم. حطوا لايك واشتراك ويلا سلام.